السلام عليكم. حلقة جديدة من حديث الساعة بأحداث اليوم. أحداث اليوم هي الانتخابات. جالي فيديوهين مهمين جدا، بشكر كل اللي عملهم واللي اشترك فيهم. هنتفرج عليهم ونرجع نتكلم. يا سيد، هبنلكم مستشفى ومدارس جديدة. كلامك حلو يا بيه، بس مش هيتنفذ. البقاء لله. هعمل لكم جامع باسم المتوفى. جامع؟ انت بس عايز صوت يا بيه. خد يا امي وهديكي زيت وسكر كمان. لحمه دلوقتي وبعدين تنسانا يا بيه. بعد الفرح تلم اصحابك دول عشان ينتخبوني. ما تنساش انا اللي مكلف الفرح ده. هعمل مستشفيات، هشغل الشباب، هرصف الشوارع. اي حد محتاج حاجة يكلمني، تليفوني مفتوح ليل ونهار في خدمتكم. علم عن فنكوش، لا تقول لي صلاح ولا مرموش. علم عن فنكوش، لا تقول لي صلاح ولا مرموش. يعني محدش شافك يعني يا سيادة النائب؟ مشاغل، ما انت عارف النائب مننا اول ما بينجح بيطلع يولي. كنت بصيف. ده انت ادالك 4 سنين غايب يا سيادة النائب. ما انا كنت في البحر، الكلثوم اتزفلت مني، جيت اطلع لقيتني مالتي. ينفع اطلع مالتي؟ لا يا سيادة النائب. طب عملت ايه يا سيادة النائب في المية اللي كلمناك عليا؟ ايوه صح، انتوا كلمتوني في الميه ده من 4 سنين. ايوه استنوا ال4 سنين الجايه حاضر. انا استنى ال4 سنين الجايين. ده أيوة. ما فيش بقى ميه في البيت يا سيادة مفيش النائب. بقى ميه في البيت؟ ايوه ينفع الكلام ده في الدايره بتاعتي؟ ما انا بقول كده برضه. لا خد دلع نفسك. ايه ده يا سيادة النائب؟ وعلم على الفنكوش، لا تقول لي صلاح ولا مرموش. وعلم على الفنكوش، لا تقول لي صلاح ولا مرموش. وعلم على الفنكوش. لا تقول لي صلاح ولا مرموش. انا عاوز ابوس. لا بص يا شيخ، طب ما انت استحمى الاول. لا انا عاوز ابوس. الواد ريحته وحشه خالص يا ربيع. بص عشان الانتخابات يا عمر الناس حوالين. ايوه صح. وعلم عن فنكوش، لا تقول لي صلاح. ايه رأيكم في الفيديوهات؟ فيديوهين بجد، بشكر كل الشباب وكل الناس اللي اشتركوا في الفيديوهين دولت. جميل جدا. انا طالع اقول ان الاحزاب مش فعالة على ارض الواقع. الاحزاب مش كلها سواسيا. بقى في لعبة جديدة اسمها المال السياسي. عايزين نقضي على المال السياسي. انا مش طالع اقول غير كلمتين اتنين. اللي بيحب البلد دي عشان ينصلح حال البلد دي لازم يسلط الضوء على السلبيات، ومن ضمن السلبيات هي الأحزاب التي خربت بيوت ناس كتير. مستني تعليقاتكم. أشكركم على حسن المتابعة وعلى التعليقات اللي بتوصلني والفيديوهات اللي بتوصلني، وبشكر وزارة الداخلية على متابعتها لكل الفيديوهات اللي بتنشرها جريدة